احنا بقى هنا زي ما انتم شايفين معانا كده، ده مسجد السلطان احمد اللي كنا فيه، المسجد الازرق ده هو حاجه يعني مش محتاجه كلام. وبعدين الناحيه التانيه ايا صوفيا. طبعا هي لما اتبنت في الاصل ما كانش فيها المآذن. دي لما آه دخل محمد الفاتح وفتح القسطنطينيه حطوا بقى المآذن ومحراب وكده. هنشوف بقى ايا صوفيا من جوه. لما اتبنت ايا صوفيا دي اعتبرت اعظم بناء في العالم وقتها. شايفين القبه بتاعتها دي قبه فريده وبناها الامبراطور جستنيان. ايا صوفيا، هل هي صوفيا القديسه الشهيده ولا مقصود بها الحكمه الالهيه؟ دلوقتي احنا هنبدأ نخش مسجد آيا صوفيا اللي كان متحف لغاية قريب جدا، ثم تحول إلى مسجد. زي ما انتم شايفين هم محافظين على الحاجات القديمة، وأنا متشوق إن أنا أشوف جوه. تعالوا نشوف جوه بقى. آيا صوفيا الحكمة الإلهية، أو صوفيا نسبة إلى القديسة صوفيا. إحنا في هذا المكان اللي تفاصيله مهما الواحد يتكلم عنها يعني عايز مهندس معماري عملاق عشان يقدر يقف عند كل تفصيلة في المكان ويشرحها، لأنه دوت مبني من سنة 500 وحاجة ميلادي في عهد الإمبراطور جستنيان بناه، وكان تبع الكنيسة الأرثوذكسية، وكان يعتبر أهم وأجمل وأكبر مبنى في العالم وقتها، في العالم كله. طيب من هي صوفيا؟ صوفيا هي الحكمة الإلهية، صح، ده المعنى. لكن هل في شخص اسمه صوفيا؟ في القديسة صوفيا، ويقال إن ممكن يكون المكان ده مسمى باسمها. مين هي القديسة صوفيا؟ القديسة صوفيا كانت موجودة في البدرشين. بدرشين أيوة عندنا في مصر، ما احنا عندنا كذا قديسة، من ضمنهم صورنا احنا في المنصورة وغيره وغيره. القديسة دميانة اللي حطوها على الهمبازين دوت وعذبوها عذاب رهيب جدا، هي 40 واحدة. في أميرات كتير جدا وشخصيات في الديانة المسيحية اتعذبت عذاب كبير جدا، يعني بقوا مقطعوهم حتت كده بس عشان يتراجعوا عن الدين، لكن ما تراجعوش أبدا. فمن ضمنهم صوفيا دي. ويقال إنه هيلانا أم الامبراطور قسطنطين، ودي ليها شق كبير جدا في نشر الديانه المسيحيه، هي اللي نقلتها وجابتها هنا. انا بس شايف فرق في التاريخ كبير، يعني شايف فرق في التاريخ كبير، لكن المهم انها اتنقلت القديسه صوفيا هنا، فلذلك سمي المكان باسم القديسه صوفيا. دي قول حكايه موجوده، لكن اللي بالتاريخ بيميل اكتر لفكره الحكمه الالهيه، لانه المكان ده لما اتبنى كان رمز للحضاره البيزنطيه ورمز للحضاره المسيحيه البيزنطيه، الحضاره الرومانيه الغربيه في الغرب موجوده في روما، وهنا دي موجوده في الشرق. هنا هذا المكان كان كنيسه ارثوذكسيه، ومشي كده كنيسه، مشي 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 مشي
كتير كتير قوي، كتير قوي. وبعدين لما فتحوا القسطنطينية سنة 1453 فتحها محمد الفاتح، راح محوله لمسجد. لكن برضو يقال ايه، في رواية بتقول انه هل هو استولى على الكنيسة او المكان وحوله المسجد؟ لا، في قول بيقول ان هو اشترى المكان، اشتراه. عشان كده هتمر السنين وهقول لك ده كان وقف، اشترى وعمل وقف للمسلمين، وعمل وقف ليه هو وعمل المسجد، عملوا مسجد. طب بالمره نديكم فكره عن محمد الفاتح. انتوا عارفين طبعا قصه فتح القسطنطينيه، لكن في حديث مسند الى سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام انه قال انه هنفتح القسطنطينيه مسلمين، وان خير امير هو اميرها، وخير جيش هو ذلك الجيش اللي هيفتح القسطنطينيه. والمسلمين حاولوا ياخدوا القسطنطينيه من اول خالص، من اول ما اتحركوا وطلعوا في العراق كده بذلوا يعني مرات ومرات ومرات ومرات. كل امير عايز يبقى هو امير القسطنطينيه، مش بس عايز يحقق الحديث، عايز يبقى هو الامير اللي قال عنه النبي عليه الصلاه والسلام. لغايه ما جه محمد الفاتح بعديها بسنين طويله، يعني احنا بنتكلم في يمكن 700 800 سنه لما فتحت القسطنطينيه. الكنيسه دي لما اتعملت اعتبرت هي جوهره العماره البيزنطيه، وجوهره الحضاره كمان المسيحيه فيما بعد. انا بقول لك ان الكنيسه دي لما اتعملت وقتها غيرت تاريخ العماره. يعني بدأ الناس يقولوا الله، ايه ده؟ دي معجزه، طب ما نحاول نعمل بقى حاجات شبه الحاجات. فغيرت تاريخ العماره كلها، وبتعتبر اعظم ايقونه للحضاره البيزنطيه المسيحيه، كنيسه او مسجد آيا صوفيا. لما قامت الثوره في تركيا وانتهت بقى الامبراطوريه العثمانيه وجاء اتاتورك، راحوا محولينها متحف، قفلوها شويه وبعدين حولوها متحف. فضلت بقى متحف 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 متحف، يجي داخلين على 100 سنه، لغايه ما قريب جدا قال لك دي الكنيسه دي اصلها وقف، ما بقتش كنيسه بقى متحف، بقى لها 100 سنه متحف، فده وقف بتاع السلطان، وبالتالي احنا نرده ازاي تاني وقف؟ فنردها مسجد زي ما كان. وفعلا في سنه 2020 صدر قرار من مجلس الدوله التركي، قضيه كبيره، وصدر قرار او حكم من مجلس الدوله التركي ان تعود الى ما كانت عليه وقف للسلطان، تبقى بالتالي هي مسجد. ويوم الافتتاح عودتها الى مسجد، يعني كانت الناس هنا على مدى كيلومترات بره واقفين يصلوا في مسجد آيا صوفيا، وهي آية من حيث المعمار ومن حيث التاريخ ومن حيث انك انت لما تقول آيا صوفيا لازم تبقى عارف مين هي صوفيا. ايوه هي الحكمة الإلهية ده معنى، لكن تعرف ان في ناس استشهدوا. وصوفيا دي بيقول لك ان هم مش موتوها، عذبوها وسجنوها وقطعوا لسانها وبعدين قطعوا راسها. يعني كان شيء رهيب، شيء رهيب عملوه. ولكن القديسة لا يمكن حتى بعد ما قطعوا لسانها برضه هي ما بترجعش في ايمانها ولا تتراجع عن ايمانها بالديانة المسيحية. لما تخش آيا صوفيا ما تقعدش تفكر في ان ده كان كذا وكان كذا وكان كنيسة وبقى متحف وبعدين المتحف اتحول لجامع ومش عارف ايه والحاجات دي كلها. فكر في ان المكان فيه تاريخ كبير جدا، تاريخ فيه يعني عقود وقرون كتير جدا حصلت في هذا المكان، سنوات من أباطرة ومن حكام عدلوا وحكام ظلموا وحكام راحوا وحكام جم. فالمكان هنا لو قعدتش فيه واسترجعت التاريخ عشان تعرف الحق من الباطل يبقى فيه مشكلة. المكان مكان عبادة بصرف النظر انه كنيسة او مسجد، هو مكان للعبادة. حتى لما حاولوا يشيلوا الرسومات في بعض الاماكن، يعني حتى بتاع الكائن المدور ده معرفش اسمه ايه ده، اللي مكتوب عليه علي رضي الله عنه وحسين رضي الله عنه وحسن رضي الله عنه احفاد الرسول،
وسيدنا محمد وعمر وعلي وعثمان كله مكتوب. حاولوا يخرجوه على فكره في لحظه من اللحظات، فما فيش باب ساعهم، ما فيش باب ساعي ده خرج الدايره دي سليمه، فواحده اتكسرت فبطلوا يخرجوه. مكان مليء بعبق التاريخ، بحلوه، بمره، بعدله، بظلمه.